قبل ما نبدأ مع بعض الضحك اليومي اللي برعاية قناة نادي الزمالك، عايز انبهك لحاجة مهمة جدا. استنى معايا لحد اخر الفيديو النهاردة علشان هقولك على ملحوظة مفيش ولا واحد على السوشيال ميديا انا متابعه من الناس الاهلاوية الكبار اللي بيركزوا في التفاصيل دي المفروض لاحظها تماما او اتكلم عنها تماما، خاصة بتعيين امين عمر حكما لمباراة الاهلي والمصري في الجولة الاخيرة من مجموعة تحديد البطل في الدوري. استنى معايا وانت هتشوف بنفسك الوجه القبيح لاتحاد الكورة وللجنة الحكام ويمكن أمين عمر نفسه. بس دلوقتي نبدأ بالكوميديا، والكوميديا النهاردة الحقيقة بتبدأ من عند نيرة الأحمر اللي بتشتغل في قناة نادي الزمالك يا جماعة، وهي بتعلق على النادي الأهلي وهو بيشارك في البطولات الإفريقية أو العالمية. يا ترى بتقول إيه؟ أصله بيمثل مصر يا جماعة، اللي بيمثل مصر منتخب مصر، مفيش نادي بيمثل مصر. تعالى بقى نسمع هي نيرة الأحمر وهي بتتكلم عن نادي الزمالك وهو بيشارك في الكونفدرالية بتقول إيه؟ يا جماعة أرجوكم، ودي رسالة للإعلام الرياضي، ممكن بعد إذنكم نظرة دعم لنادي الزمالك بيمثل مصر، والله العظيم بيمثل مصر. انت مستني رد انا عليها؟ لا يا معلم، مش انا اللي هرد عليها، ده اللي هيرد عليها زميلها في نفس القناة، قناة نادي الزمالك، جاليليو. تعالى معايا اسمع جاليليو قال ايه النهارده. كل واحد حر، انا مشكلتي بس مع اللي عنده مبدأ بيمثل مصر، ساعة يروح وساعة يجي. لا، عندك ساعة يروح يبقى ساعة يروح على طول، ساعة يجي يبقى ساعة يجي على طول. يا جاليليو يا حبيبي، لما تيجي تلقح على زميلة معاك في نفس القناة بالراحة شوية، ماشي، هي الست بتاكل عيش وبتقول حاجة الصبح وعكسها بالليل، تمام، بس بالراحة. فرسالة مني لنيرة الأحمر، زميلك بيلقح عليكي، شوفوا انتوا بقى تفهموا مع بعض، تخانقوا مع بعض، يعني معرفش، بس انا راجل بهدي النفوس، انا بقول لك جاليليو اهو النهارده لقح عليكي رسمي، زباين، ناس زباين، اقسم بالله محتوى كوميدي مجاني يومي. خلي بالك ده جاليليو لسه بيسخن، ده هو حب يرمي واحده كده راحت لابسه في وش نيرة الأحمر. تعالى معايا اسمع جاليليو بيقول ايه وهو بيرد على التحفيل على نادي الزمالك. انما انا يا عزيزي مش بادئ من نقطة الصفر، انا بادئ من الماينس وانت بادئ من موجب 5، فكون ان اوصل للسطح وانت واقف في الدور الاول بتتريق عليا عيب. بص يا معلم، هو انت فعلا واقف فوق السطح وانا واقف في الدور الاول، بس انا مش معاك في نفس العمارة، انا واقف في الدور الاول في البرج العالي اللي هناك ده، شايفه البرج اللي هو العالي جدا ده، انت واقف بقى على سطح عمارة مهرتقة من دور واحد اساسا. وبعدين ايه هو اللي بادي من نقطة الصفر وبادي من -5 يا ابن الحلال؟ هقولها لك 10 و20 ومليون. اسف للمتابعين الاهلاوية اللي انا بكرر نفس الجملة دي كتير، بس لازم افضل اقولها عشان الناس دي ما تدلسش. انت حرفيا لما بدأت معايا من الصيف اللي فات انت كنت بادي -5 او -10، وانا اللي بادي من الصفر. ليه؟ لان انت كنت صارف اكتر مني، انت صارف في سوق الانتقالات الصيفي بس 7.18 مليون يورو، انا صارف في الصيف والشتاء 7.77 مليون يورو، والاهلي جاب لعيبة كتير في الشتاء، يعني لو شلت اللعيبة دي هتكتشف يا باشا ان انت اللي صارف اكتر مني. افهم، انت فاهم بس انت بتضلل، تمام. خلي بالك كمان شوية برضو معانا نجمة الكوميديا فرح علي في فقرة خاصة، فيعني ايه ما تروحش في اي حتة، واوعى تنسى اهم فقرة النهاردة اللي هتكون في الاخر، اللي هكلمك فيها عن ملاحظة في منتهى الاهمية على تعيين امين عمر لمباراة الاهلي والمصري. اوعى تروح في اي حتة وكمل الفيديو لحد الاخر. عايز يعني ايه افصل في النص كده بين الفيديوهات واروح لك على لاعب نادي الزمالك محمد اسماعيل اللي راح منزل على الانستجرام بتاعه الكلام ده. الكلام طبعا قدامكم دلوقتي، بيقول لك ايه بقى؟ لم اكن اتخيل يوما انني ساكتب عن هذا الامر، لكنكم عرفتم كيف تخفون هذه اللقطة عن مخرج المباراة وعن تقنية الفيديو وعن الحكم الذي قال انني انا من اصطدمت بكتفه. انت مستخدم شات جي بي تي وانت بتكتب الكلام ده ولا ايه بالظبط؟ منذ الدقيقة 5 وأنا أنزف طوال المباراة، ألف سلام عليك، ولم أستطع مساعدة فريقي بالشكل الذي كنت أتمناه، لم أشعر بالعدل في المباراة، وعندما رأيت طاقم الحكام يحتفلون بعد المباراة. وأخيرا إلى جمهور الزمالك، أنتم الحامي الوحيد لهذا النادي. بص يا معلم، لك مني كل الاحترام والتقدير، واتمنى الشفاء العاجل ليك طبعا. انا مش هتكلم في القصة دي، انا هتكلم في نقطة تانية خالص. اولا حتة لم اشعر بالعدل دي، فارجوك بلاش الحتة دي، لان انتوا اتجاملتوا ذهابا ايابا، ومش هقعد اعيد بقى واقول لك ضربة جزاء في الذهاب على محمود حمدي الونش، وضربة جزاء عليك انت شخصيا في استاد القاهرة.
فبلاش موضوع العدالة ده الله يكرمك، لان انتوا كمان متجاملين في الدور نصف النهائي في الكونفدرالية، ده غير المجاملات اللي في الدوري. فبلاش موضوع العدالة ده. او انت ممكن تبص للجملة بتاعت لم اشعر بالعدل دي من زاوية تانية وتزود عليها حتة هيبقى ليها معنى. تقول ايه؟ لم اشعر بالعدل في المباراة وكنت مجاملا ذهابا وايابا محليا وافريقيا. كده هتبقى صادقة وليها معنى. اللي بعده، تعالى بقى يا معلم نطلع على واحد. ما انا مش هوديك على فرح علي مباشرة، لا يا معلم، لازم الاول نعدي على محطات كده زي محطات المترو بالظبط. عندنا محطة جاليليو، محطة نيرة الاحمر، محطة اللاعب محمد اسماعيل، ودلوقتي معادنا مع محطة جديدة اول مرة تشترك معانا محمد القاضي الناقد الرياضي الزملكاوي اللي طلع في قناة نادي الزمالك يقول الكلام ده. يعني 60 مليون مصري زعلان، غير شركاء الوطن برضو المفروض زعلانين، فنقول 120 مليون مصري أصيل وطني زعلان. 60 مليون ناموا هم زعلانين؟ لا، ما هو احنا ناس وطنيين، فلازم يكون 120 مليون ناموا وهم زعلانين. تعالى يا ابني تعالى، انا هعتبر ان انت قبل ما تقول 60 مليون ناموا زعلانين يعني الزملكاويه في مصر 60 مليون، تمام. انا حاولت اعرف انت جبت الرقم ده ازاي، فرجعنا بقى لايام زمان، بقى ايام بقى الحساب والكالكوليتر ونحسب وسين زائد صا، عارف انت الحاجات دي، الله لا يرجعها ايام يعني. فانت بتقول ان الزملكاويه 60 مليون، طيب مصر 120 مليون. انا هجامل نادي الزمالك والله العظيم بجد، هجامله جامد كمان، وهقول ان الزملكاويه في مصر 30 مليون زملكاوي. انت خدت 30 ورحت ضاربها في 2 ادتنا 60 مليون. انا بقول 30 مليون زملكاوي يعني 90 مليون اهلاوي. ناخد ال 90 مليون ونضربها في 2، يلا ماشي يا معلم. 60 مليون زملكاوي ناموا زعلانين، بس قصادهم 180 مليون ناموا مبسوطين. اسهل حاجه الحساب على فكره، خلي بالك يعني، واللي اسهل منه الهبد، والهرتله اسهل واسهل. بص انا هديك نصيحه قبل ما تطلع تتكلم، انت هتهبد انا او هتهرتل يعني، يا ده ابقى نظم الهرتله او وضب الهبد عشان ما تطلعش في الاخر راجل بتهرتل بعشوائيه. بيقلل من الكونفدرالية، هتجربها السنة الجاية عشان تعرف قيمتها. احنا ماشي يا عم، هنروح السنه الجايه نستكشف نقول هي دي البطوله المهزأه اللي انتوا بتلعبوا فيها؟ لا يا عم ماليش فيه يعني احنا بنجرب هذه البطوله المهزأه كل 11 سنه مثلا يعني، لكن انتوا يا باشا الكونفدراليه دي بقت اسلوب حياه بالنسبه لكم، كل سنه لازم نعدي عليها، والاستثناء هو ان احنا ما نشاركش فيها. وحتى لما بتطلع لبطوله دوري ابطال افريقيا يا حرام بتبقى حصاله. ليه؟ لان انت ده مش مكانك. اللي بيحصل السنه دي ده استثناء وليس القاعده. هارد لك للزمالك، ماتش احنا مش خارجين من ادوار تمهيديه او ادوار اقصائيه، خارج من النهائي، يعني النهائي زي البطل. طب ثانية واحدة. انت زيك زي البطل ماشي يا جماعة، خلاص بقى خلاص، هو زيه زي البطل. طب انا عندي سؤال، طالما انت زيك زي البطل، ال 60 مليون فاكرهم اللي انت بنفسك قلت ان هم زعلانين ولازم مصر كلها تنام حزينة؟ طب حزينة ليه؟ ما انت زيك زي البطل بقى يا جدع، عيب يا جدع. واللي عيب اكتر البوست اللي محمد القاضي كتبه بعد هزيمة الزمالك امام اتحاد العاصمة، هتلاقيه قدامك دلوقتي. من كان يشجع الزمالك من اجل البطولات فقد ذهبت البطولات، ومن كان يشجع الزمالك من اجل الكيان فان الزمالك باق لا يموت. يعني حتى فكرة ان انا احفل او اخد البوست ده لمنطقة كوميدية صعب. انا حبيت بس اوريك البوست عشان تعرف الناس دي ابتدت تروح لمناطق خطر. ونروح على النجمة الكوميدية. بص انا مش هصنفهم بقى، مش هقول لك اولى او تانية. الناس اللي بتشوفني يلا هطلب منكم حاجة، عندنا فرح علي وعندنا مها صبري، اكتبوا لي في التعليقات مين نجمة الكوميديا الاولى ومين نجمة الكوميديا التانية، وعلى حسب النسبة اللي انتوا كتبتوها انا هقول بعد كده فرح علي النجمة الاولى او مها صبري هي النجمة الاولى. يلا بينا نسمع فرح علي. هو ده كلام يصدقه اي انسان حتى عاقل؟ ببقى بكتب حاجة غير واقعية، كلام على خلافات ما بين لعيبة الفريق وبين الجهاز الفني. فهي عايزه تقول لك يعني ان مفيش خلافات ما بين اللعيبه والجهاز الفني يعني. امال الخلافات الواضحه اللي بين عبد الله السعيد وشيكو بانزا من جانب والكابتن معتمد جمال من جانب اخر، ده ايه؟ مش الكابتن معتمد جمال ده في الجهاز الفني ولا ده جهاز عروسه ولا ايه حكايتك بالظبط؟ تعالى بقى نسمع الفقره دي مع الاستاذه فرح وهي في غايه الفخر وهي بتتكلم عنها. صفحه بايرن ميونخ وهم بيحتفلوا بدرع الدوري الالماني وحطوا عباره سمعنا يا عم الحدوته، امر
ترويجي عظيم. شكرا يا زمالك. بعيدا عن انك انت وانا وهي وكلنا عارفين ان صفحات الانديه كتير جدا بتستخدم حاجات من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك، وساعات بتحفل على النادي الاهلي وساعات بتحفل على نادي الزمالك، فدي حاجه ما هياش حاجه خارقه للعاده او حاجه ما حصلتش قبل كده، لا دي حاجه حصلت وكتير يا استاذه، وانت عارفه كده وانا عارف كده. بس انا عايز اقول لك بقى على حاجه هتوجعك جدا، ده لو انت فعلا يفرق معاكي نادي الزمالك. انت عارفه نادي بايرن ميونخ ده اللي انت فخوره جدا ان هم جابوا جمله من جمهور الزمالك حطوها على صوره لاحتفال فريق بايرن ميونخ بالدوري؟ عارفه ان احنا لعبنا الفرقه دي قبل كده، احنا كنادي اهلي لعبناها قبل كده. طب عارفه ان الماتش ده ما كانش ماتش ودي، يعني ما رحناش نبوس الايادي عشان يجوا يلعبونا. طب عارفه ان الماتش ده كان في بطوله معترف بيها من الفيفا اسمها كاس العالم للانديه؟ طب عارفه ان لعيبه الاهلي ولعيبه البايرن قبل الماتش ده عملوا كم من النشاطات ونزلوا صور وهم مع بعض؟ يا فندم اللي انتي بتفتخري بيه دلوقتي ده اللي هو مجرد بوست اتاخد من ادمن حطها على صورة لفرقته وهي كسبانة الدوري، وفرقته لا تعرف حدوتة ولا تعرف القرموطي ولا اي حاجة. الناس اللي مش فاهمة انا قلت ايه، حدوتة ده كان شخصية في فيلم القرموطي يعني، ما علينا يعني. بصي انا هقولك على حاجة، الاهلي لما بيروح يلعب في كاس العالم للاندية انتوا اخركم تقعدوا قدام التلفزيون وتتفرجوا على الماتش، ولو الارسال مش مظبوط هتلاقي جليلي واقف على السطح من اول الحلقه، خليه يظبط لك الطبق او الاريال والارسال هيبقى كويس، او شوفي الماتش على الموبايل على اي منصه. ده اخركم. سمعنا الحدوته، ادي احنا سمعنا الحدوته يوم السبت. بما ان احنا نادي الزمالك وعلى رأس القوى الناعمة لمصر. بص عشان قبل بس ما تقول ازاي قوة ناعمة، هي مش قصدها قوة ناعمة الرياضة. تعرف طبعا ان قوة ناعمة في رياضة او في فن، هتلاقي في الفن في غنى، في رسم مثلا، في رقص، في تمثيل. هي قصدها تمثيل. التمثيل هتلاقي في منه الدراما، في منه تراجيدي، في منه الكوميدي. هي قصدها بقى على الكوميديا. الكوميديا في حد ذاتها قوة ناعمة، فانا معاها 100%. الزمالك بالقيمة الكوميدية الكبيرة اللي بيقدمها على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي اللي هو يعني القيد وايقافات القيد والحاجات دي، لا ده قيمة كوميدية كبيرة بتضحك العالم كله، فهي عندها حق. نيجي بقى لأهم فقرة عايز اكلمك فيها النهاردة وركز معايا. من فترة كان في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري، وطبعا مفيش حد من الطرفين عايز حكام اجانب، يبقى الطبيعي ان انت تدي المباراة دي لحكم مصري مؤهل، ومفيش احسن من حكم مصري رايح كاس العالم اللي هو امين عمر. ساعتها بقى ايه اللي اتقال؟ كان في خبرين ملهمش تالت هما اللي بيتقالوا. الخبر الاول قال لك ان اتحاد الكورة خايف على امين عمر عشان الماتش ده مباراة على دوري وصراع وكده وزمالك وبيراميدز، فممكن يبقى فيه ضغوط عليه، والفيفا حاليا بتراقب كل الحكام اللي رايحه كاس العالم، فاتحاد الكوره هيحافظ عليه او عايز يحافظ عليه، فبعدوا عن هذه المباراه. وكان في خبر تاني وكان في مصادر اخرى بتقول لك ده امين عمر نفسه هو اللي رافض ان هو يحكم هذه المباراه نظرا للضغوط اللي ممكن تبقى عليه، لان هو برضو خايف لان الفيفا حاليا بتراقب كل الحكام اللي رايحه كاس العالم والكلام اللي انت عارفه ده. ما حكمش امين عمر الماتش، ومحمد الغازي حكم الماتش وكسب الزمالك هو بالفار المباراه. خلصنا النقطه دي. انت عندك دلوقتي ماتش الاهلي والمصري وانت رحت معين امين عمر، يبقى كده اتحاد الكوره لا كان خايف على امين عمر ولا زفت، واتحاد الكوره بعد امين عمر عن مباراه الزمالك وبيراميدز لان نادي الزمالك مش عايز امين عمر، يبقى كده الزمالك هو اللي بيعين حكام. طب لو تبنينا وجهه نظر ان امين عمر هو اللي مش عايز يحكم المباراه لانه خايف من الضغوط، طب يا امين يا عمر هل انت شايف بوجهة نظرك ان ماتش الاهلي والمصري اللي هو اصلا ماتش بيبقى صعب من غير اي حاجة، وكمان في احتمالية ان الاهلي وارد ان هو يتوج بطل للدوري او ان هو يتأهل لدوري ابطال افريقيا، فالماتش هيبقى فيه ضغوط اكبر واكبر، وانا بقول لك ان لعيبة المصري 100% هتنزل الماتش ده تموت نفسها عشان الاهلي ما يكسبش. انت شايف ان الماتش ده ما فيهوش ضغوط؟ لو انت شايف كده يبقى انت كده من الاخر بتاكل عيش. خايف بقى من نادي الزمالك؟ وادي يا معلم طريقة إدارة التحكيم في بلدك. أنا قلت لك دلوقتي كل الاحتمالات بتؤدي إن في نادي واحد بس هو اللي بينقي حكامه، سواء بالترهيب أو لو إن الحكم مش بيخاف منه هو بيستبعد. قناة الزمالك تطلع تقول طارق مجدي ليه مش بيحكم للأهلي، الماتش اللي بعده على طول نلاقي طارق مجدي بيحكم للأهلي. الأهلي بقاله سنة بيتكلم ليه أمين عمر مش بيحكم للزمالك، والدوري خلاص
خلص وتمت التعيينات وامين عمر مش بيحكم للزمالك. وادي يا باشا محمد اسماعيل يقول لك لم اشعر بالعدل. في الاخر اوعى تنسى عندنا تصويت في التعليقات تحت تقولوا لي مين نجمة الكوميديا الاولى في قناة نادي الزمالك، مها صبري ولا فرح علي. هبص على كل التعليقات واللي هتكسب التصويت هتبقى هي نجمة الكوميديا الاولى. في الاخر لو بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وتسيب تعليق زي ما اتفقنا وتشترك على القناة. وعندي صفحة على الفيسبوك لو حابب انك تتابعني هتلاقي اللينك بتاعها تحت في التعليقات. اما لو بتشوفني على الفيسبوك فهتلاقي لينك القناة بتاعتي على اليوتيوب تحت في التعليقات. روح واشترك على القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر واحنا بنرد على المجرة الزملكاوية. سلام.